شاب بيضرب مراته بالنار قدام ابن عمه الطفل اللي عنده 10 سنين. الطفل منسيش أبدا المشهد ده ولا الإحساس اللي حسه أول ما الدم لمس وشه، وخلال السنين اللي جاية هيفضل يعيد تمثيل المشهد ده مرة ورا مرة، ولكن بطريقته الخاصة. حكاية النهاردة عن ريتشارد راميريز The Night Stalker أو المتعقب الليلي. استعدوا الحكاية من أبشع الحكايات اللي ممكن تسمعوها، وتفاصيل كتير حقيقي مؤلمة لدرجة إننا هنسأل نفسنا كتير هو ده فعلا حصل بجد؟ وهنقف كتير عند فكرة إن ممكن يبقى فيه إنسان بالبشاعة دي. مجرم النهاردة محدش قدر يعرف العدد الحقيقي لضحاياه، ولا حد قدر يستوعب كم البشاعة اللي ارتكبها. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. يوم 29 فبراير سنة 1960 في مدينة الباسو في ولاية تكساس الأمريكية اتولد ريتشارد، الطفل السادس في عيلة فقيرة. أبوه جوليان راميريز كان شرطي في المكسيك، لكنه هاجر مع عيلته للولايات المتحدة واشتغل عامل في محطة قطر. كان راجل عصبي جدا بيضرب أطفاله ويعنفهم لأتفه الأسباب. أما الأم مرسيدس راميريز كانت عاملة في مصنع، ست طيبة ومتدينة بذلت كل في وسعها علشان أولادها يكونوا مستقيمين ومحترمين. راميريز كان طفل هادي حصل على الحب والرعاية من عيلته، خصوصا أخته الكبيرة روث اتعلقت بيه كأنه ابنها وفضلت مخلصة ليه لحد لحظاتها الأخيرة. لكن طفولة راميريز ما كانتش سهلة بسبب حدة مزاج أبوه وفقر العيلة بس، لكن المحيط اللي كانوا عايشين فيه كان منتشر فيه البطالة والجريمة والمخدرات. ولما كمل 10 سنين ابن عمه مايك رجع من فيتنام لأنه كان بيخدم في صفوف القوات الخاصة الأمريكية. مايك كان شخص سادي وكريه وساب أثر مدمر على شخصية ونفسية ريتشارد. كان بيوريه صور ما ينفعش أبدا طفل في سنه إنه يشوفها، صور بشعة بيظهر فيها مايك وهو بيغتصب وبيعذب النساء. وفي واحدة من الصور دي ظهر وهو ماسك راس مقطوعة لنفس الست المسكينة اللي اغتصبها كنوع من التباهي. وفضل مايك يعلم ابن عمه الصغير أساليب القتال اللي أخدها في تدريباته في القوات الخاصة، واللي كانت بتركز على التسلل بخفة وإنه يفاجئ الضحية بهجوم سريع وما يسيبلهاش أي فرصة للدفاع. علمه كمان إزاي يستمتع بتقطيع أطراف ضحاياه بالسكينة. والحقيقة إن ريتشارد كان مركز جدا في الدروس دي، وبدأت رحلة ريتشارد الطويلة مع المخدرات مع مايك طبعا، واللي كان بيتعاطاها وهو لسه طفل عنده 10 سنين. لكن أسوأ تأثيرات مايك عليه كانت قتله لمراته قدام ريتشارد، اللي ضربها بالنار في دماغها والدم انفجر في وش ريتشارد. قتلها لأنها طلبت منه إنه يشتغل بدل ما هو مدمن ومش بيعمل أي حاجة. والغريب إن مايك ما تعاقبش غير ب4 سنين حبس بس، لأن الجريمة تم ارتكابها تحت تأثير الانفعال والغضب الشديد. ريتشارد منسيش أبدا المشهد ده، وأول ما كمل 12 سنة بدأ يهرب من المدرسة والبيت، وكان بيروح لمقبرة قريبة علشان ينام لوحده بين القبور. وبعد كده راح يعيش مع أخته الكبيرة روث وجوزها روبرتو اللي كان متلصص ليلي بامتياز، بمعنى إنه كان بيحب مراقبة الناس في السر وهم بيعملوا حاجات شخصية وخاصة جدا زي تغيير الهدوم والاستحمام وحتى العلاقة الخاصة. وكان بيعمل حاجات خطيرة جدا في سبيل إشباع رغبته المريضة دي. كان بينتهك حرمة بيوت جيرانه علشان يبص من الشبابيك أو ثقوب في الحيطان هو اللي عملها بنفسه. وعلاقة روبرتو براميريز اتوطدت بسرعة جدا، فبقى بياخده معاه في جولاته الليلية وبقى يعلمه ازاي يتسلل لبيوت الناس التانية بخفة وانه يتنصت عليهم من غير ما يحسوا بده. وبالتدريج اتحولت الهواية دي لحرفة ومهنة شاذة عند راميريز. ما بقاش بس بيكتفي بالتلصص، ده بقى بيسرق من البيوت
البيوت دي علشان يوفر فلوس يشتري بيها مخدرات. وما بقاش بس بيكتفي باختلاس النظر، ده بقى بيلمس أجساد الستات. وبمرور الوقت بقى عنده سجل حافل من السرقة والتحرش الجنسي عند الشرطة. بدأ راميريز يدور على عالم تاني يقدر إنه ينتمي ليه ويبقى جزء منه، وفعلا قدر يلاقي ده في جماعات عبدة الشياطين. زمايله في المدرسة قالوا إنه كان بيتهرب من الحصص علشان يروح المكتبة ويقرأ عن الشيطان. كان مجنون بفكرة الشيطان جدا، فكرة الشرير المتمرد على كل حاجة. طبعا قصاد ده كفر بكل شيء، ولما كانوا بيسألوه ليه كان بيجاوب بكل بساطة إن ربنا لو كان هيحاسبني ويعاقبني على أخطائي فأعبده ليه؟ مش من الأفضل إني أعبد حد يكافئني على أخطائي؟ وطبعا أمه الملتزمة الكاثوليكية حاولت إن هي ترجعه كتير لصوابه، بعتته لجمعية علشان يدرس الكتاب المقدس، فبقى بيقرأ الآيات بالمقلوب. وبالتدريج بقى عنده قناعة ثابتة إن تم اختياره بعناية علشان يكون من أتباع إبليس المخلصين، وإن في مكانة مرموقة بتنتظره في ملكوت الظلام جنب أصدقائه من القتلة والسفاحين. المعتقدات العجيبة دي انعكست على سلوكه، فبدأ يوشم جسمه بنجمة الشيطان وملا بيها أركان أوضته، وبقى شغوف بموسيقى الميتال، وبيلبس على طول هدوم سودا عليها رموز وأيقونات الشيطان. وبقت الناس بتنفر منه وبتخاف بسبب منظره المريب ونظراته اللي مليانة كره، وده كان بيزود عنده نشوة عارمة ما تقلش عن اللي بياخدها من المخدرات. فهو دلوقتي مخيف تماما زي الشياطين اللي بيحبها وبيتمنى يكون منها. دلوقتي هو عنده نفس القوة الخارقة، وبيعرف يدخل لبيوت الناس من غير ما حد يحس بيه، وبينشر الموت والرعب من غير ما حد يقدر يوقفه. ودلوقتي استعدوا لتفاصيل بشعة وعدد مهول من الجرائم اللي حاولنا اننا نجيب معظمها. مشوار راميريز الفعلي في القتل بدأ يوم 28 يونيو سنة 1984. أولى ضحاياه هي جيني فينكو 79 سنة. القاتل كان بيدور على بيت يسرقه في منطقة في لوس أنجلوس، وعلشان الجو كان حر في الوقت ده فكان صعب انه يلاقي شباك مفتوح، لحد ما أخيرا لقى اللي بيدور عليه. جيني سابت واحد من الشبابيك مفتوحة، اتسلل راميريز منها من غير ما يطلع أي صوت، لدرجة ان الست العجوزة ما حستش بيه طول ما هو قاعد في بيتها. وبعد فترة من التدوير ملقاش حاجة تذكر، فغضب جدا ودخل أوضتها وفضل واقف جنبها شوية وهي نايمة، وبعد كده طلع سكينة من هدومه وفضل يضربها في صدرها لحد ما هو زهق، فبدأ يسد بقها وبعد كده دبحها. وللأسف ما اكتفاش بكده، ده كمان اغتصبها وهي ميتة. وبعد أقل من سنة من قتل جيني، راميريز اختار ضحيته التانية. في ليل 27 مارس سنة 1985 ماريا هرنانديز اللي عندها 22 سنة رجعت بيتها بعد يوم شغل طويل ومتعب، وأول ما دخلت بعربيتها للجراج وقفلت الباب اتفاجئت بشخص طويل جاي من وراها وبيرفع مسدس في وشها. بدأت تترجاه انه يسيبها عايشة، لكنه ضرب عليها نار علشان تقع ميتة، او بمعنى اصح تمثل انها ميتة، لانه لما ضرب عليها الرصاصة جت في ميدالية المفاتيح اللي كانت ماسكاها. ولسوء الحظ ماريا ما كانتش لوحدها في البيت، صديقتها ديلي اوكازاكي اللي كان عندها 43 سنة كانت عايشة معاها، ولما سمعت صوت الرصاص استخبت في المطبخ، وفضلت مستخبية لما دخل راميريز للبيت، لكن للأسف هي ما صبرتش كفاية. خرجت من المطبخ بعد فترة لأنها كانت بتحسبه مشي، بس في الحقيقة هو كان مستنيها. وأول ما دخلت الأوضة علشان تشوف الوضع ضربها برصاصة في دماغها، وقعت في ساعتها مقتولة. أما ماريا قامت واكتشفت إن الرصاصة جرحت إيديها بس، فجريت في اتجاه الشارع، بس ما بعدتش كتير لحد ما خرج راميريز من البيت، فخافت ورجعت للجراج تاني وهي بتعيط بهستيرية متخيلة إنه هيجي وراها ويقتلها، بس هو سابها ومشي. ولما وصلت الشرطة لمكان الحادث ملقوش أي حاجة غير طاقية القاتل مجهول الهوية، وما قدروش يعرفوا أي حاجة من ماريا لأنها كانت في حالة صدمة. وكل اللي قدروا يعرفوه إن القاتل شاب لاتيني طويل ولابس هدوم سوداء. راميريز كان في شدة الغضب بسبب فشل عمليته الأخيرة، علشان كده بعد أقل من ساعة قتل ضحيته الثالثة. كان عايز يهرب بطريقة أسرع، فبكل بساطة فتح باب عربية واحدة ورماها بره العربية حوالي مترين، وبعدين ضرب عليها نار من غير حتى ما يبصلها، وأخد العربية وهرب. بعدها بفترة
فترة قصيرة اتسلل لبيت فينسنت زازارا اللي عنده 64 سنة ومراته ماكسين اللي عندها 44 سنة. راميريز قتل الزوج ب3 رصاصات وهو قاعد على الكنبة، وضرب 3 رصاصات تانية على الزوجة لكنها ما ماتتش على طول، فبدأ يطعنها وينحت رسومات بالسكينة على جسمها وخلع عينيها علشان يسيب وراه جثة مشوهة صعب حتى ان حد يبصلها من بشاعة المنظر. وفي 14 مايو سنة 1985 اقتحم راميريز بيت بيل دوي اللي عنده 66 سنة ومراته ليليان اللي عندها 56 سنة. قتل الزوج برصاصة في راسه وهو نايم في اوضته، وبعدين كتف ليليان واغتصبها وقتلها وسرق البيت وهرب. وبعد اقل من اسبوعين ضحيته كانت روث ويلسون اللي عندها 41 سنة. كتفها هي وابنها اللي عنده 10 سنين وبدأ يسرق كل حاجة غالية في البيت، وقبل ما يمشي رجع لروث واغتصبها، وفي لحظة كرم غريبة منه سابها حية هي وابنها، وتعتبر هي الضحية الأولى اللي ادت أوصافه الدقيقة للشرطة. وباستمرار المآسي عن جرائم اقتحام البيوت وقتل الناس بدأت الصحافة ووسائل الإعلام تتكلم عن سفاح طليق سموه المتعقب الليلي، وبدأ يبقى فيه جو من الرعب على طول الساحل الغربي لأمريكا، خصوصا في ولاية كاليفورنيا الولاية اللي حصل فيها الجرائم كلها. الناس بقت حريصة على قفل الأبواب والشبابيك، والأولاد بقوا بيروحوا لبيوت كبار السن علشان يحرسوهم، والشرطة بدورها جندت كل إمكانياتها وأطلقت حملة واسعة علشان يوقعوا السفاح ده، لكن كل جهودها فشلت. راميريز كان حريص على إنه ما يسيبش أي أثر وراه، وكانت جرائمه عشوائية من غير تخطيط مسبق وفي أماكن متباعدة عن بعض. يوم 29 مايو سرق عربية وقف بيها قدام بيت المدرسة المتقاعدة مابل اللي عندها 83 سنة، وكان معاها في البيت أختها القاعدة فلورنس اللي كان عندها 81 سنة. دخل البيت عن طريق شباك مفتوح وهجم على الأختين وبدأ إنه يضربهم ويكتفهم، وسرق كل محتويات البيت المهمة، وبعدين رجع واغتصب فلورنس ورسم نجمة الشيطان على فخدها وسابها مع أختها وهم في حالة صعبة، لدرجة إن تم اكتشاف الجريمة بعد يومين. الجيران لقوا الأختين وهم في حالة غيبوبة، وبعد كده ماتت مابل في المستشفى وفلورنس نجت، وبعد 3 أيام بس اقتحم بيت جديد. الضحية كانت ماري لويز عندها 75 سنة، ضربها على راسها بالأباجورة وهي نايمة في سريرها، وبعدين جاب سكينة كبيرة من المطبخ وبدأ يطعنها أكتر من مرة لحد ما قطع جسمها. وفي 5 يوليو اتسلل لبيت مراهقة اسمها ويتني بينت عندها 16 سنة، هاجمها وهي نايمة وضربها على راسها بأداة حديد لحد ما بطلت تتحرك وتتنفس، وبعدين راح للمطبخ علشان يدور على سكينة يذبحها بيها، لكن ما لقاش سكينة مناسبة، فقرر انه يخنقها بسلك التليفون. وهو بيلف السلك على رقبتها البنت فتحت عينيها فجأة وبدأت انها تتنفس بسرعة. جري راميريز وهو مرعوب وفاكر ان في معجزة حصلت، اما البنت المسكينة نجت بأعجوبة بعد ما نقلوها للمستشفى وخيطت دماغها ب478 غرزة. بعد يومين بس اتسلل راميريز لبيت ست اسمها جويس نيلسون عندها 61 سنة وبدأ يضربها بقسوة لحد ما ماتت. وبعدها اتسلل لبيت جارتها اللي اسمها صوفيا داكمن اللي عندها 63 سنة، ضربها وحاول انه يغتصبها وما سابهاش غير بعد ما سلمته كل مجوهراتها واقسمت له بالشيطان ان هدته كل حاجة بتملكها. اكيد تعبتوا من كم البشاعة والقتل، والحقيقة ان لسه جرايم راميريز مكملة وما وقفتش لحد هنا. بس قبل ما نكمل خلونا نشوف جزء تاني من شخصية راميريز. اتسأل راميريز بعد ما اتقبض عليه عن اكتر مكان يحب انه يقضي فيه سهرة، فجاوب انه يشرب الخمرة تحت ضوء القمر في مقبرة مهجورة، وقال مرة تانية ان اعظم امنياته انه يبقى متحكم في زرار تفجير القنابل النووية. راميريز فعلا كان بيكره الناس كره شديد، والغريب هنا ان الكره ده تقريبا كان غير مبرر، لان راميريز رغم وجود مايك في حياته وغيره من المجرمين اللي كان ليهم دخل كبير في تشكيل السفاح ده، الا انه برضه لقى
الحب في حياته، زي حب أمه اللي كانت حريصة لآخر وقت إنها تحاول تنقذه، وأخته الكبيرة روث اللي كانت بترعاه وفضلت تحبه حتى بعد كل البشاعة دي. راميريز اختار إنه يكره وما يشوفش أي حاجة إيجابية في حياته تخليه على الأقل إنه يتمسك بإنسانيته. وخلينا نرجع تاني نكمل البشاعات اللي ارتكبها راميريز. يوم 20 يوليو خرج راميريز تاني يدور على ضحيته. المرة دي وقع اختياره على بيت ماكس النادينج اللي عنده 68 سنة ومراته ليلي اللي عندها 66 سنة. هاجمهم هما الاتنين وبدأ يمثل بجثثهم وسرق البيت ومشي. وفي نفس الليلة على الساعة 4 الفجر رجع واقتحم بيت عيلة خوفيننث. قتل الزوج برصاصة في دماغه وهدد الزوجة بقتل ابنها اللي عنده 8 سنين لو ما سلمتهوش كل الفلوس والمجوهرات اللي في البيت. وبرضه ما مشيش غير بعد ما اغتصبها واجبرها انها تقسم بالشيطان انها هدته كل حاجة بتملكها. وفي 6 أغسطس في ضواحي مدينة لوس أنجلوس اتسلل لبيت كريس بيترسون اللي عنده 38 سنة ومراته فيرجينيا اللي عندها 27 سنة. ضرب النار على راس فيرجينيا علشان تقع الأول غرقانة في دمها، وبعدين ضرب النار على كريس علشان يصيبه بس ما قتلهوش. ومن شدة دهشة كريس قام بقوة علشان يهاجمه فضرب عليه رصاصتين تانيين ولكن أخطأ في هدفه. وقدام بطولة كريس راميريز لقى نفسه إنه لازم يهرب، ولحسن الحظ الزوجين نجوا. وبعد يومين اتسلل راميريز لبيت إلياس اللي عنده 33 سنة وزوجته سكينة اللي عندها 27 سنة. قتل الزوج وهو نايم برصاصة في دماغه وكتف ابنه وهدد بقتله لو الزوجة ما سلمتهوش كل مقتنيات البيت المهمة. وطبعا ما مشيش إلا بعد ما اغتصبها وخلاها تقسم بالشيطان إنها مش مخبية عنه حاجة. وفي 18 أغسطس ساب راميريز لوس أنجلوس وراح لسان فرانسيسكو. هناك اقتحم بيت بيتر 66 سنة ومراته باربرا 62 سنة. قتل الزوج الأول برصاصة في راسه واغتصب الزوجة قبل ما يقتلها هي كمان، وما نساش إنه يسيب توقيعه قبل ما يمشي. رسم نجمة الشيطان بدم ضحاياه على حيطة أوضة النوم. وبعد أسبوع راح بعربية مسروقة لمدينة ميشن فييهو في مقاطعة أورنج. اتسحب من الباب الخلفي لبيت بيل كارنيز اللي عنده 30 سنة وضرب 3 رصاصات على راسه وهو نايم. وبدأ يضرب خطيبته ويصرخ زي المجنون وهو بيقول أنا المتعقب الليلي، وخلاها تحلف بإنها بتحب الشيطان وهدد بقتلها لو كذبت عليه. وبعد ما سرق البيت اغتصبها وطلب منها تقول للشرطة بإن المتعقب الليلي كان هنا. وبعد ما مشي راميريز علي صوت البنت اللي قدرت تفك نفسها وزحفت لبيت الجيران علشان تطلب النجدة. وبسرعة وصلت الشرطة وعربيات الإسعاف ونقلوا خطيبها للمستشفى واللي بشكل لا يصدق نجا من الموت بعد ما طلع الأطباء رصاصتين من راسه. وراميريز ماشي من البيت شاف ولد من الجيران اسمه جيمس روميرو. الولد خاف من الراجل الغريب اللي لابس اسود فقرر انه يسجل ارقام العربية. وخلال التحقيق البنت قدرت انها تدي اوصاف دقيقة عن المجرم، والاوصاف جت مطابقة للي ادلى بيها بقية الناجين من ضحايا راميريز. فادركت الشرطة انها بتواجه نفس الشخص. وجه المنعطف الكبير في القضية لما اتصل والد جيمس روميرو بالشرطة وقال لهم ان ابنه سجل ارقام العربية. فبقى عند الشرطة لأول مرة بداية خيط يقدر يقودهم للسفاح. وفي ساعتها بدأت الشرطة حملة بحث واسعة عن العربية ولقوها بعد كام يوم متسابة على طريق فرعي بره مدينة لوس أنجلوس وعرفوا ان العربية مسروقة. لكن المحققين عملوا مسح شامل عليها علشان يدوروا على بصمات لراميريز رغم انه كان حريص كل الحرص على مسح جميع بصماته، إلا إن الشرطة لقت بصمة واحدة سابها وراه. وبالبحث في الأرشيف لقى المحققين إن البصمة دي بترجع لريتشارد راميريز وتأكدوا من إنه الشخص المطلوب عن طريق عرض صورته المحفوظة في الملفات على الضحايا. ودلوقتي بعد ما انكشفت هوية المتعقب الليلي الوصول ليه بقى مسألة وقت مش أكتر، خصوصا بعد ما عممت الشرطة صورته على جميع وسائل الإعلام. وظهر رئيس الشرطة بنفسه في مؤتمر صحفي وهو ماسك صورته وموجه كلامه ليه وبيقوله دلوقتي احنا عارفين انت مين وقريب الكل هيعرفك ومش هيبقى في مكان تقدر تستخبى فيه. وعلى سطح فندق سيسل في لوس أنجلوس راميريز كان قاعد في اوضته اللي مأجرها وبيقرا
الصحف المحلية اللي نشرت الأخبار عنه، وكان شغوف بمتابعة جرايمه ومستمتع بكونه حديث للناس. لكن لسوء حظه ما كانش في الأوضة في اليوم اللي نشرت فيه الشرطة صورته في الجرايد، كان بيزور أخوه في أريزونا، وبكده معرفش إن كل الناس في أمريكا بقت عارفة شكله. ولما رجع يوم 31 أغسطس ما كانش يعرف أي حاجة عن إن الناس اكتشفت هويته، فكان ماشي في الشارع من غير خوف، وعدى على ستات عجائز بصوله بغرابة وبعدين صرخوا إن ده القاتل. فأدرك راميريز إن في حاجة غلط، وبدأ يمشي بسرعة لحد ما عدى على مكتبة، فانتبه بالصدفة إن صورته منشورة على الصفحات الأولى للجرايد. اتخض جدا وبدأ يجري من الصرخات اللي عمالة بتطرده، وكالعادة حاول يسرق عربية، فهجم على ست وحاول إنه يطلعها بالقوة من عربيتها، لكن الناس اللي كانت ماشية في الشارع ضربوه وأنقذوا الست، وجري وهو لسه بتطرده الأنظار والصرخات، وحاول إنه يسرق عربية تانية، ولكن الفشل كان نصيبه في المرة دي كمان، وبدأ ينط فوق أسوار البيوت ويعدي بين الحدائق الخاصة لحد ما لقى نفسه محاصر في أحد الشوارع الفرعية، وكان شكله بائس جدا، مرعوب بيدور على أي مكان يستخبى فيه. وفي لحظات الناس حوطته من كل مكان وبدأوا يضربوه لحد ما وصلت الشرطة وأخدوه بالعافية من إيدين الناس. ابتدت محاكمة راميريز سنة 1988، يعني بعد 3 سنين من إلقاء القبض عليه. وخلال ظهوره الأول في قاعة المحكمة رفع كفه وهو راسم عليه نجمة الشيطان وصرخ بصوت عالي: المجد للشيطان. محاكمة راميريز كانت الأكثر جذبا لوسائل الإعلام في تاريخ لوس أنجلس وأكثرها تكلفة، وشهدت الجلسات الطويلة على تصرفات غريبة من القاتل اللي كان مش مهتم أبدا ولا ندمان على أفعاله، بالعكس ده كان مستمتع بالأضواء كأنه نجم سينما. اتمكن بالفعل من إثارة الرعب بين المحلفين وأعضاء المحكمة رغم القيود اللي كانت مكبلة إيديه. وانتشرت إشاعة في بداية محاكمته إنه بيخطط لتهريب مسدس داخل القاعة علشان يقتل المدعي العام، فحطوا كاشف معادن على باب القاعة، وكل الناس اللي داخلة خضعوا لتفتيش دقيق وصارم. وخلال جلسة تانية في عضوة من هيئة المحلفين ما جاتش علشان يبان إنها مقتولة بالرصاص في شقتها، وده سبب جو من الفزع والهلع الشديد بين المحلفين، لأنهم افتكروا إن راميريز له يد في قتل زميلتهم، خصوصا إنه هدد بالانتقام في أكتر من مناسبة. لكن بان بعد كده إن المحلفة تعرضت للقتل على إيد صديقها، واللي لقوا جثته بعد كده في الشقة، وكان في الأغلب مات منتحر. وبسرعة تم استبدال العضوة بعضوة جديدة، بس الخوف فضل مخيم على قاعة المحكمة لدرجة إن المحلفة الجديدة رفضت الرجوع لبيتها بعد انتهاء الجلسة، وطلبت إنه يتحط لها حماية. وكان وصف الادعاء العام والشهود للجرائم مرعب، وبعض الناجين وقرايب الضحايا كانوا بيعيطوا بحرقة لما بيسمعوا التفاصيل المروعة دي. أما راميريز فكان مش مهتم بكل ده، لدرجة إنه قال مرة: أنا بحب قتل الناس، بحب أشوفهم بيموتوا بضرب النار على رؤوسهم فيتشنجوا ويتقلبوا في كل مكان لحد ما يموتوا، أو أقطعهم بالسكينة وأشوف وشوشهم وهي بتتحول لوشوش بيضة. وقال إنه طلب من واحدة من ضحاياه مرة إنها تديه كل فلوسها، رفضت فقطعها وخرج عينيها من مكانهم. قد إيه كان بشع ومستفز. بس المستفز أكتر بقى هو إعجاب الستات براميريز، ودي كانت حاجة صعب جدا إنها تتصدق. إزاي سفاح سادي بيحصل على الإعجاب من عدد كبير من المعجبات؟ وكانت بتوصل له عشرات الرسائل الغرامية يوميا. ستات كتير بعتوله صورهم علشان يعرضوا عليه نفسهم، وكتير منهم زاروه أصلا في السجن. الموضوع كان مزعج جدا للسلطات لدرجة إنهم نقلوه سجن تاني علشان محدش يقدر يوصله، وعلشان يتخلصوا من حشد المعجبات المهووسين بيه. وبعد سنين اتجوز راميريز من إحدى معجباته فعلا، كانت صحفية مستقلة، وقالت إنها هتقتل نفسها في اليوم اللي يعدموا فيه راميريز. بس المفارقة إن راميريز طلقها واتجوز واحدة تانية عندها 23 سنة. محاكمة راميريز خلصت في 20 سبتمبر سنة 1998. المحكمة أقرت إنه مذنب ب 13 جريمة قتل، و5 محاولات شروع في القتل، و11 اغتصاب، و14 سرقة مسلحة، وصدر عليه 19 حكم بالإعدام في حجرة الغاز. راميريز
راميريز علق على حكم إعدامه وهو بيقول للصحفيين بسخرية أشوفكم في ديزني لاند، وقال للمحلفين انتم ديدان حقيرة بتثير اشمئزازي وهرجع وانتقم، إبليس عايش جوانا كلنا. بس راميريز ما رجعش أبدا. بسبب طول إجراءات الإعدام في ولاية كاليفورنيا مات راميريز يوم 7 يونيو 2013 على سرير إحدى المستشفيات بسبب سرطان الغدد الليمفاوية. مات وهو عنده 53 سنة وما بينش أي ندم على اللي عمله لحد آخر لحظة في حياته. سألوه مرة قبل موته هل في حاجة في حياتك تتمنى تغيرها؟ فقال ولا حاجة باستثناء المكان اللي أنا فيه دلوقتي. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.